القبة اللي وراي ليست المسجد الأقصى، إنما هي معلم من معالم المسجد الأقصى يلي مساحته 144 دنم، ويلي بهذا الفيديو رح أعرفكم عليه. رح أبلش جولتي من هذا المكان. أنا حاليا خارج أسوار البلدة القديمة، ورح أدخل من هذا الباب. هذا الباب اسمه باب الأصباط، وهو أحد أبواب البلدة القديمة وأحد أبواب المسجد الأقصى. من هون باب الأصباط، بس رح أقيم الكاميرا هلأ بلاش يوقفونا الشرطة. وهيك صرت داخل المسجد الأقصى. دخلت من باب الأصباط، وعلى الجهة خلينا نحكي الشمالية موجود كمان بابين، والباب الثاني يلي بالجهة الشمالية اسمه باب حطة، وفي كمان جنبه باب اسمه باب الملك فيصل. هدولي 3 أبواب من أصل 15 باب، 10 منهم مفتوحين وواحد ممنوع على المسلمين انهم يدخلوه. الباب هذا لما اوصله بحكي لكم قصته. طبعا زي ما انتم شايفين الشرطة صارت تتواجد كتير داخل المسجد الأقصى، خاصة بالفترة الأخيرة. والباب الرابع هو باب الغوامة. تصدقوا ان هلا انتبهت انه مرقمين، يعني اشي كتير منيح. من هون رح اتجه لأكثر منطقة في المسجد الأقصى فيها أبواب، وهي الجهة الغربية. هدوء هدوء في المسجد الأقصى. يس بالستاين. منظر أجنبي يعني. وهيك صرت عند الباب الخامس، باب الناظر أو باب المجلس. طبعا عند كل باب في شرطة. الشرطة بتفتش الناس اللي داخله، لأن الوضع هون حاليا أصعب فترة عمالها بتمر على مش بس القدس، على كل فلسطين. وهيك صرنا عند الباب السادس، وجنب باب الحديد اسمه باب الحديد، وهو أصغر الأبواب. عند باب الحديد في ضريح لقائد فلسطيني. تحديدا في المسجد الأقصى عند باب الحديد رح تشوفوا ضريح لقائد فلسطيني، هو وأبوه اسمه عبد القادر الحسيني. هو أحد قادة جيش الجهاد المقدس. لما صارت حرب 48 صارت معركة كتير كبيرة في قرية من قرى القدس اسمها قرية القسطل. للأسف عبد القادر الحسيني استشهد واندفن في المسجد الأقصى تكريما لهالقائد العظيم. وهيك صرنا عند الباب السابع، باب القطنين. وهذا أكتر باب بحبوه يمكن الأطفال، لأنه دائما على الباب في ألعاب غير المحلات الموجودة هون. لا ما بدي أصورهم هدول يعمل قصة، خلص بدنا نبعد شوي. والباب يلي جنب باب القطنين هو باب المطهرة، بداخله حمام ومتوضأ للرجال. بس برضو من هذا المحل تشوفوا أحلى إطلالة. طلعوا لما لف الكاميرا 1 2 3. شو بدكم أحلى من هيك إطلالة؟ شعور بالطمأنينة والسلام بمجرد انكم تدخلوا على المسجد.
سبحان الله. والباب التاسع هو باب السلسلة. أنا خايف تطلع علي يجي يعملوا له قصة كبيرة، بديش أبين إن أنا عمال بصور لأنهم ما بصدقوا. وضل الباب الأخير يلي بدي أحكي عنه في المسجد الأقصى، وهو فعليا أكتر باب عليه مشاكل، والباب الذي يمنع على المسلمين إنهم يدخلوه، هو باب المغاربة. مين بدخله؟ فقط اليهود أو الأجانب بتصريح من الاحتلال، لأنه خلف هذا الباب يوجد حائط البراق، أو كما حولوا الآن اسمه، حرفوه ليصير حائط المبكى اللي بيصلوا فيه اليهود. خلينا أقدم شوي أصور لكم. بدي أبعد شوي لأصور باب المغاربة. هذا هو الباب اللي حكيت لكم عنه، وجنب الباب يوجد مصلى يمكن أغلبية الناس ما بيعرفوه. وأنا حاليا موجود عند مصلى البراق. هذا المصلى يلي ما بيعرفوه كتير من الناس، ويلي موجود جنب باب المغاربة. يقال أن الرسول عليه الصلاة والسلام ربط البراق في هذا المنطقة. خلينا ننزل على المصلى ونشوفه. أولا تشلحوا من إجركم عشان ندخل على مصلى البراق. ننزل هالدرجات الصغار ومنوصل على المصلى الصغير، مصلى البراق. زي ما انتم شايفين طلعوا فيه حلقة. الحلقة اللي شايفينها هي حلقة من الفترة العثمانية في مصلى البراق، وبداخل هذا المصلى يقال انه يوجد باب لكنه حاليا مطمور. وهيك بندخل الى داخل مصلى قبة الصخرة. ما شاء الله. القبة الذهبية هيك هي من الداخل. وهاي الصخرة يلي يقال إنها الصخرة المعلقة، بس هل فعلا هي صخرة معلقة؟ يقال إنه هذه هي الصخرة المعلقة اللي انبنى عليها قبة الصخرة. طبعا القبة اللي انتم شايفينها هي قبة جديدة من الفترة الأموية، واللي أمر ببناء هذه القبة هو عبد الملك بن مروان. ماذا يوجد تحت هذه الصخرة؟ اللي يوجد هذا التجوف. هون في نسوان ما بدي أصورهم، بس بدي أصورهم. في هذه المنطقة بالتحديد بحط عطر عشان الناس تتعطر. وتاني أكبر المساجد في المسجد الأقصى هو المسجد اللي أمامنا في القبة الرصاصية. خلينا أنزل تحت ندخل عليه. المصلى القبلي، اتجاه القبلة إلى
المسلمين. إن شاء الله مصلى مليان. المصلى يلي أنا موجود فيه اسمه مصلى القبلي، وفعليا هو من أكبر المصليات في المسجد الأقصى. والغريب بالموضوع إنه في داخل المصلى يوجد كمان مصلى اسمه مصلى عمر بن الخطاب. يعني هذا المصلى القبلي، ومن هون ندخل على مصلى عمر بن الخطاب. والحلو إنه في شبابيك بتخلينا نشاهد أقدم بلدة في كل القدس، وهي بلدة سلوان. وتحت هذه البلدة يوجد القصور الأموية، وهي قصتهم قصة بحكيها بعدين. بجانب المصلى القبلي يوجد مصلى تحتيه بالضبط، هو المصلى القديم، أقدم المصليات في المسجد الأقصى. لأنه صرنا في آخر أيام رمضان، في آخر أيام العشرة تحديدا، فالناس بتيجي بتعتكف وبتحط خيامها داخل هالساحات. وجنب هالخيام يوجد كمان مصلى، هذا المصلى اسمه مصلى المرواني. لأول مرة راح أصور لكم إطلالة من أجمل الإطلالات اللي موجودة عندنا في القدس. عشان أوصل على هذه الإطلالة جيت على كنيسة، هاي الكنيسة فيها برج بيرتفع 40 متر، بس من خلال هذه المنطقة تقدروا تشوفوا إيش ما عمركم شفتوه في حياتكم. وصلت على أول الإطلالات. طلع كيف المنظر عنا هون 4 اتجاهات، لكل اتجاه منظر غير عن التاني. بس بدي أبلش في أكتر إشي أنا بحبه، وهو البلدة القديمة والمسجد الأقصى. طلع المنظر، طلع كيف هون. بما إنه نحكي مقسمة البلدة القديمة لأجزاء، فأنا حاليا ما بين المسجد الأقصى والحي الغربي والحي الإسلامي اللي موجود على شمالنا. طلع من هون بقدر أشوف كمان جبال البحر الميت. تخيلوا يعني انتم من هاي الإطلالة شو قادرين تشوفوا. هون كمان عنا هي المسجد القبلي يلي في المسجد الأقصى. إذا بتروحوا أكتر على الإطلالة الثانية فإحنا بنصير وين؟ بنصير على كنيسة القيامة. هاي كنيسة القيامة برضو أمامنا. إذا بننزل أكتر بنصير هون عند كنيسة الملكة هيلانا عند الأقباط. طلعوا كله هون مجموعة من الأقباط. قلتلكم مزيج رائع البلدة القديمة وتنوع رهيب. طلعوا كل الدنيا هالكم مبين من هون. إذا جبل المشارف من هون مبين. أنا مش عارف أصور منيح لأنه طلع كيف بصور لكم أنا من بين الشبك، بس خليني أكمل لكم.
نروح برضه وين عنو اتجاه، على هذا الاتجاه المشغول. طيب هون عنا الحي الغربي كمان كله امامنا. على فكرة هذا المنظر انا اول مرة بشوفه في حياتي، لاني دائما بمرق من تحت. قديش الموضوع رهيب تشوفوا كل هالأبنية هاي الدباغة تحتينا. خلينا نشوف الاتجاه الرابع. هذا السلم وين بودي؟ لأنه كان في وحدة تحكي تلفون بس طلبت منها إني أصور على السريع آخر جزء. طلع حارة الدباغة كلها تحتينا. وهون عندنا كمان مسجد عمر بن الخطاب. جنب مسجد عمر عندنا أكيد الكنيسة، وبالخارج عندنا خارج يعني الأسوار بتصير إحنا خارج البلدة القديمة. أنا آسف إني عمالي بصور بسرعة بس المكان بده يسكر، فجيت على السريع أعملكم هالفيديو لأحكي لكم قديش البلدة القديمة رائعة.